السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الخير صباح النور. واليوم رجعنا لكم بفلوق جديد من قلب العاصمة السودانية الخرطوم. طبعا ما أدري كيف كل شيء صار، فاليوم حبيت إني أصور لكم فلوق وش اللي يصير وش اللي يحدث في يومي. طبعا الساعة حاليا 8:15. طبعا طالع الصباح ليه الشمس والشمس هناك مدري هنا. المهم طالع الصباح عندي معهد صدق ما اعرف اتكلم سوداني ولا سعودي عشان تفهموني انتم، عرفت كيف؟ فعندي معهد لغة انجليزية. سامحوني تصوير الشمس كذا يعكس وكذا. المعهد يبدأ الساعة 9. خلوكم معنا، راح نصور لكم كل ما هو جديد وش يحدث وش يصير. طبعا اول شيء مسافة المعهد يبعد تقريبا 10 دقائق بالسيارة، فزي ما تعرفون يحتاج نروح مواصلات. اول شيء راح نوقف ركشة ونروح. ليتس جو. طبعا وصلنا بالركشة هناك، نزلنا هناك كانت مسافة تقريبا 3 دقائق ب 200 جنيه. بحط لكم الاسعار هنا بالريال والدولار. حاليا بننتظر يجي باص من هنا عشان بنروح بهذا الطريق، ما اعرف اشرح. المهم فخلوكم معنا ومستمتعين، واذا عجبك المقطع لين الحين حط لايك وسبسكرايب ويلا. طبعا قبل شيء نزلت ورا هنا، جحفلني اللي جابني. المفروض اني ينزلني قدام، هو اغلب باصات تودي قدام بس جحفلني هذا ورا، قال رايح يمين. يلا ما عليه، انها يعني ما هي مسافه، يعني تقريبا زي 200 متر. هذاك هو المعهد، راح اضطر اروح المسافه هذه كلها مشي. طبعا هذا السوق، اي شيء تتخيله، طبعا اي شيء تتخيله هو موجود في السوق اللي هنا. فواكه، ملابس، اي شيء، كل شيء تتخيله في راسك موجود. طبعا الناس جالسه طالع فيني بطريقه استغراب واستعجاب من واحد يصور. اتس اوكي، كلهم طالعين فيه. أنا وصلنا المعهد في وسط السوق، لا تسألوني كيف نفهم. طبعا هذا هو فوق، لا تسألوني كيف نفهم مع الإزعاج وذي، بس يلا بنحاول ندخل نصور لكم جوا. أنا وصلت الكورس، سامعين؟ أتوقع سامعين إزعاج من برا. هو الواحد جاي في الفصل. طبعا هذا الفصل سبورة، هذه ما عليكم الصورة دي. في واحدة ثانية هنا قدام، هذا المكيف. ننتظرهم لين ما يجون، وبعد يشتغل المكيف وكذا ويبدأ الشغل. الصوت اللي برا اتوقع ما عاد تسمع او ما عاد تركز معه. ورجعنا لكم من جديد بعد ما خلصنا الحصه. طبعا اوريدي اكيد اني بنسى اني كنت اصور، لاني ما متعود اني اصور وكذا، فكنت نسيت وتذكرت خلنا اصور لكم واقول لكم اني خلصت زي كذا. والحين راجع بروح عندي كم شغله كذا بخلصها، وبعد ارتاح شويتين، بعد عندنا مشوار ثاني. خلوكم معنا.